السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الله افضل الصلاة وازكى السلام. صلوا على النبي معايا، صلوا يلا. خلينا نصلي كلنا على الصلاة والسلام، على افضل الصلاة والسلام يا رب. خلي ربنا يفتحها في وشنا كده كلنا ان شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، ويا رب تكونوا كمان مقاطعين كل المنتجات طبعا بتاعة الخارج، زي ما ناس كتيرة الحمد لله قطعتها. يا رب كل المسلمين كده ان شاء الله يقطعوا كل المنتجات بتاعة اللي احنا مش عايزينها اساسا، ونعمل كلنا مقاطعة عنها. والله بجد لو أمة المسلمين أجمعين عملت مقاطعة صح، احنا فعلا هننجح. هيبقى فيه كده، مش هيبقى فيه بطالة، هيبقى المنتجات بتاعتنا المصرية هتعلى وهتزيد، وهيبقى مفيش بطالة خالص. كل ما المنتج بيزيد معاهم بيتسحب، هيبقى لازم هيبقى فيه إنتاج كتير. هيعوزوا عمالة طبعا كتير، فهيضطر ان هم ايه، مش هيبقى فيه بطالة زي حاليا دلوقتي وزي زمان وزي طبعا في عارفين كلنا يعني في شباب ورجالة ما فيش شغل ليهم والكلام ده كله. فطبعا احنا مش عايزين ده كله. ان شاء الله يا رب كده بإذن الله كلنا نقاطع كل حاجة، نعمل مقاطعات رسمية كده، ان احنا ما نستعملش اي حاجة بتتعمل بره او بنستوردها من بره، او ليها اسهم هنا في مصر تبع بره او اي شيء خالص. طبعا المقاطعة ديت هتفيدنا احنا يا مصريين هنا في كل حاجة. فان شاء الله باذن الله نبقى احسن بلد في العالم كلها باذن الله ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل ايه؟ حاجة كده ايه حلوة، مش حاجة حلوة يعني، لا حاجة حلوة زيكم كده، أكلة هي بسيطة خالص وسهلة خالص، وناس كتيرة قوي قوي عارفاها، وناس كتيرة أكيد يعني، وحتى البنانيت الصغننة أكيد يعني بتدخل المطبخ بتهيألي لوحدها وبتعرف تعملها. أنا ولادي ساعات بيدخلوا بيعملوها يعني. وجاسر ومازن في مرة عملوا فيديو معاكم. فبس النهاردة هنعملها بطريقة ايه مختلفة بسيطة كده شوية. عشان ايه، في بعض تكات كده بتبقى بسيطة قوي ممكن بتحلي الاكلة معاكي. يلا ندخل في المهم. ادي انا معايا حلة هي كده، معرفش كده مظبوط. معايا حلة اهي، معايا فيها زبدة من اللي احنا مسيحينها مع بعضينا اهيت. بس طبعا ساحت عشان انا حطاها في الحلة والعين سخنة فساحت شوية. انا ولع عليها دلوقتي. انا كنت هعمل اكل كده على طول وخلاص، بصراحة ان في بعض اوقات كتيرة انا بعمل اكل على طول كده وخلاص، ان مفيش اساسا وقت ليا بصراحة. بس طبعا غصب عني بسبب دخول الدراسة بقى والكلام ده كله. فطبعا اولادي يقولوا لي لا يا ماما حاولي صوري اي حاجة، على اساس بتبقى يعني حاجة حلوة. مش في ناس كتيرة بتبقى قاعدة لوحدها ما بتعرفش تعمل الأكل والكلام ده كله، حتى لو حاجة سهلة وبسيطة. أنا بس إيه بتكلم بدردش معاكم عقبال بس ما الزبدة تسيح على النار. أنا عايزاها سخنة. فبيقولوا لي لا يا ماما حاولي اعملي أي أكل تعمليه، بس والله فعلا أنا ما ببقاش فاضية خالص بسبب الدراسة والشغل والكلام ده كله، فما فيش وقت ليا ان انا اصور كتير. وبعض ساعات بصور الحاجة ومفيش وقت ان انا ايه يعني انزلها. شفتوا بقى يعني لدرجة ايه، يعني ممكن اعمل اصور وكل حاجة بس مفيش وقت ان انا انزل بس. فشفتوا الوقت بيبقى ضيق بالنسبة لي ازاي. انا معايا هنا لحمة، طبعا الزبدة هنا بتتقدح كويس،
ومعايا اللحمة مقطعاها شرايح كده، ولا تخينة ولا رفيعة. اخليها لحد ما تاخد بس لون الجنب ده، ما اقلبش ولا اجي جنبها خالص، انا سايباها لحد بس ما تاخد تتشوح، واروح قلبها الناحية التانية الجنب التاني تتشوح برضه، تاخد تشويحة هي كمان. عشان اجلس مليانة المطبخ الزبدة عملت متنفش عليا خالص. نحاول لما ندخل المطبخ اعملي مريالة كده للمطبخ ان انت تلبسيها وانت واقفة بتطبخي، وتعملي حاجتك وتغسلي مواعينك، علشان ريحة البصل والثوم والكلام ده كله ما يبقاش ريحة هدومك. ان انت في الاخر لو لسه مثلا واخدة دش، في ناس بتحب تاخد دش الاول بعد كده تدخل تطبخ، فيبقى لا انت لسه خارجه من واخده دش حلو كده زيك زي العسل، تعتبر ريحتك حلوه، فما تخرجيش بقى تخلي نفسك كلها طبيعي، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. فلا خليكي بقى تروحي نفس المليانه دي وتخلي الريحه معاكي ما تقلقيش، واعملي اي حاجه كده بايدك البسيها زي كده. خشي معصم الشريط خليه عندك على طول في المطبخ، انا ده مخليه للمطبخ على طول، ما بحطهوش بره، ما بخرجوش بره في الدولاب ولا حاجه، لا مخليه في درج كده لوحده في قلب المطبخ. عشان برضه لما كل ما بدخل بروح لابسيه، عشان دي وانا بعمل حاجات زي كده، لا لو حاجه جت اتفتشت عليا كده ولا كده، لا ما تلسعش ايديا، وهيبقى الجزء بس ده الصغير، فطبعا تحاولي كده زي ما انتوا شايفين. معلش التليفون بس فصل مني غصب عني. انتوا شايفين الشواحد بقت واخده اللون لا حلو قوي ازاي كده زي ما انتوا شايفين. في المرحله دي كده اروح جايبه بصله، واروح مقطعاها كده، هنا بروح كبرتها، هروح مشوحاها مع اللحمه كده، وابتدي ان انا احط الحاجه بتاعتي، توابل، فلفل، بابريكا، 7 بهارات، ورقتين كده ورق لوري،
انا هنا اللحمه بتاعتي صغننه، يعني انا ما اقلقش خالص وانا بحط الملح، ومش هحط بكميه كبيره، حاجات بسيطه كده عشان بس ايه تحيق لي، تبقى الحاجه متحيقه معايا. سوري. حبهان، حاولي افتحيها كده عشان تنزل الريحه والطعم بتاعها. انا بحب الحبهان جدا جدا من جوز الطيب، بس جوز الطيب بسمع ان هو حرام بصراحه، كميه قليله زي كميه كبيره، فانا مش هضحك عليكم، يعني ساعات بستعملها في بعض حاجات بيبقى اساسي لازم ان انا احط لها، وفي حاجات لا ما بحبش احط لها بصراحه. اللحمه بتاعتي صغيره، فانا متاكده ان هي ان شاء الله هتستوي معايا، فساعتها ان انا احط الملح وحاجات بسيطه مش كتير. لو انا عارفه ومش متاكده ان هي هتستوي معايا يبقى بلاش خالص، كفايه التوابل بتاعتي وخلاص. خلاص. وهنا في المرحله دي اغطيها كله يتشوح مع بعضه. هنا كده خلاص اتشوحت معايا، البصله دبلت، ريحتها حلوه قوي. انتوا عارفين طبعا كده كده من غير اي حاجه، هي اللحمه لما بتتشوح اصلا بتبقى ريحتها جميله، مع بقى التوابل والبصله فتبقى ريحتها تحفه. انا معايا هنا الصلصه، انا هنا كده زمانها خلاص. على فكره انا كنت بحسب ايه، انا ده كله عماله بصور، انتوا معرفش وقفتوا معايا لحد ايه. المهم ان انا وقفت لحد ما حطيت الصلصه معاكم. فطبعا الصلصه الديت اللي انا ببقى عاملاها وركناها في الفريزر، وقت ما بعوزها بتبقى جاهزه. طبعا كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده اتثبتت معايا وبقت حلوه قوي كده. انا هجيب بقى ايه ميه هزودها. في برضو حاجه انا حطيتها وانتوا طبعا برضو ما اتصورتش معاكم، استنى هوريها لكم عشان انا حطيتها خلاص مش هينفع احط تاني. انا بجيب كيس طبعا توابل من البطاطس جاهزه، وبروح حاطه منها برضو مع 7 توابل، والتوابل اللي انا حطاها بتدي طعم حلو قوي. اللي مش متوفره عندكم خلاص بلاش، ملهاش لازمه، بس انا بحب اجيبها بصراحه بتديني طعم بس مش اكتر. معايا هنا البطاطس حطاها كده. انا كده طبعا اللحمه بتاعتي استوت والصلصه اتسبكت. طبعا انا شوحت الاول اللحمه بالتوابل، وبعد كده شوحتها بالبصل، وبعد كده حطيت الصلصه كله اتسبك مع بعضه، واللحمه طبعا بتاعتي استوت. يعني كده كده اللحمه بتاعتي صغيره زي ما قلت لكم. بعد كده اهو حطيت البطاطس، هحط بقى شويه ميه في المرحله ديت. اللي عايز يحطها في الفرن يزودها شويه الميه ويغليها غلو ويحطها في الفرن اوكي. عايز يكمل سواها على البوتاجاز كده برضو اوكي عايش. لو انت مثلا البوتاجاز بتاعك الفرن بتاعتك انت مش هتقدري ان انت تشغلي وتطفي والكلام ده كله، لا خلاص ملهاش لازمه. انت ممكن في المرحله دي هتحطي الميه او الشوربه بتاعتك، وبعد كده هتروحي مسويه. انا كده هحط الميه هنا في المرحله دي كده، هحط الايه مع الميه. طبعا انا ممكن ما يكونش محتاجه شوربه ولا حاجه عشان هي فيها لحمه، ومع التوابل
فهي ما شاء الله هتديني طعم واكني حاطه شوربه بالظبط. ان هي طبعا خدت اللحمه، الميه دي هتاخد الناتج اللي طالع من اللحمه وتشويح اللحمه والبصل والتوابل والكلام ده كله. فهي اكنك هتبقي حاطه شوربه بالظبط. طعم الحاجه كده، الاكل هو كله طعمه لحمه زي الشوربه. ما هي الشوربه بتيجي من ايه؟ طبعا احط بقى في المرحله دي ملح بدياش ان هي تستوي، تكون تتحدق براحتها بقى معايا. كده كده انا اتاكدت ان اللحمه استوت بتاعتي خلاص. هو الملح بس، مش هحط اكتر من كده. وهسيبها بقى ايه تستوي براحتها، تغلي غلوتين وبعد كده اسيب اوطي عليها تستوي براحتها. بس كده الف هنا والشفا. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها يفتح النفس، حلوه قوي وريحتها حلوه جدا جدا. وجربوها ودوقوها وقولوا لي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.